معك والله ما في اطيب من هيك. سلطة بطاطا، يعني بطاطا مسلوقة وحط عليها مايونيز وخلص، تتعقدهاش. لا 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 لا، إذا بعرف إنه في وصفة مرتبة وأفضل من المطاعم والمحلات كلها بعملها. طاسة كبيرة، بجيب بطاطا كبيرة أو صغيرة، أنا بحب أخليها بقشرتها. قشر البطاطا زاكي بحب أخليه. ممكن أعمل هيك هيك، هذا الحجم ممتاز. باخذهم على مية مغلية، بنزلهم بدون ولا إشي. اول ما تغلي بحسب 5 الى 7 دقائق. هجيت بدي فلفله حلوه 4 فصوص مش 3، وبقطعهم بحجم مشابه للبطاطا. شطه اختياري، هذا مش حر كثير. وهلقيت بدي بصله وسط، بقطعها شرايح بالشكل هذا. بعدين بفرطها، بعدين بشغل على الفرن اللي تحت، لانه اللي فوق زي ما انتم شايفين في قنابل مؤقته. ما علينا، نشغل اللي تحت. البصل قتلني قتل. المهم شوفوا علي، انا عارف انه الطريقه يمكن شويه معقده، بس صدقوني صدقوني الطعم من اطيب سلطه بطاطا في حياتكم وراح تاكلوها. يعني اذا عازمه ناس عندك حتبهريهم، حتبيضوا وجهك قدامهم. وانت اذا عازم اصحابك برضه بتبيض وجهك عادي، يعني شباب وبنات. صار تقريبا 10 دقائق، بطلعها من الميه. هلقيت هذه الحركه اختياري، ولكن يعني مش اختياري لانها بتخليها زاكيه جدا. الشغلات اللي قطعتها بنزلها كلها. بدي رشه ملح، رشه فلفل اسود بسيطه، وزيت زيتون. وقت بقلبها وبنزل عليها البطاطا. تقليبه سريعه وعلى الفرن. خليت الصينيه جوا عشان تضل حاميه على حراره عاليه، يعني تقريبا 200 220 240 بيمشي الحال. 10 دقائق تاخذ شعطه لذيذه. ممكن نستغنى عن هاي الحركه بالمره، الخطوه هاي ما تعملوهاش، بس اعملوها تطلع اشي خرافي. هلقيت نيجي للصوص. اللي بده يحط مايونيز يحط، انا ماليش دخل. حطوا مايونيز وخلصونا. ولكن اذا بدك تعمل اشي نمبر 1، التوب توب جي من الاخر، بدنا نعمل اشي قريب من البشاميل ولكنه مش بشاميل. شويه زبده، حليب، كريمه ممكن بدونها، ملعقه نشا، وبيضه ممكن بدون البيضه، ولكن بتعطي طعم جهنمي. حابينها بدون بيض انتوا حرين. رشه ملح خشن، ملح بحر يفضل، وبالويسك بوسكها قبل ما تسخن. اذا بدي احط عليها بهارات، بس رشه فلفل اسود خشن وهي المطحون. اول ما يبكبك ويجمد زي هيك باخده على جنب وبنظف الغاز. ممتاز 100%. انا عارف اني تقلت عليكم في المكونات وكترت، بس يعني بس بدي علبه فطر مشروم مخلله وجاهزه. بغسلها وبقطعهم شرائح صغيره. اللي عنده مطعم وحابب يقدم اشي بارد يحضرها قبل بيوم، يحطها بالثلاجه، اشي مبهر. ونسيت احكي لكم انه بدنا ذره صفرة كمان. يعني برضه اختياري بس اجباري. فباجي هنا فوق الذره بحط المشرومات، وباجي للصينيه الحلوه الرهيبه هذه، وبجيب خل وهي سخنه برش عليها زي هيك، زي 3 ملاعق كبار. اسمعوا مني، بس انتوا اسمعوا مني وخلص، اسمعوا مني حتكيفوا. خلينا ننزل هذول بالمره. ها، تقليبه وخليها تبرد وبنرجع لها، او خلينا ناخذها قبل المروحه 5 دقائق بتبرد، ضل نستنى. وهلقيت بعد ما بردت شويه بنجيب الصوص وبنقولها الله معك. بيي روحي طالع معك. يا سلام. لسه الاشياء دافيه مش بارده كتير. مش متخيلين الريحه انتو كيف. لسه في اشياء بدنا نضيفها. بدي شبت اخضر، ولو عندي بصل اخضر، وبننزلهم. تقليبه اخيره وهم سخنين. يا سلام على البطاطا لما تتدلع وتصير سلطه بارده. هيك صارت جاهزه. اوعوا حدا يضحك عليكم ويقول لكم انه في سلطه بطاطا بارده اذكى من هذه. في اسرع ماشي، اسلقوا البطاطا والفليفله والبصل وحطوا عليهم مايونيز وشويه ملح وحطوا توم. احنا ما حطيناش توم، هاي بدون توم على فكره، اطيب بدون توم. بس انتم في هذيك الوصفه حطوا توم، هيك صارت جاهزه واسرع واحده ب5 دقائق بتخلصوها. بس اللي بده اطيب سلطه بطاطا بارده على الكوكب مالكاش الا هي. فيش مجال فيش مجال. بدي اقسمها في العلب هدول. احلى بريك وانت في الشغل في الوظيفه، خذ لك علبه من هدول، ولا في اطيب. تقدروا تضيفوا عليها الدجاج على فكره، زي ما قطعنا البطاطا والاشياء الثانيه بنقطع الدجاج وبنضيف معاها. هيك صار عندي كافي للاسبوع كله. وبنقول بسم الله. يا الهي، قويه قويه قويه. والله ما في اطيب من هيك. منعشه منعشه في الصيف، هاي في الشوب رائعه. حبايبنا اللزم، شوف اللحم